البرازيل اليوم هل حجمها المنتخب المغربي أم أن هي تمر بأسوأ فتراتها مع أنشيلوتي؟ سؤالك كاين شويه من الجواب. اللاعبين تاع المنتخب المغربي والمدرب هم اللي اربكوا المنتخب البرازيلي وخلاوه يظهر بالصوره هذه، لانه البرازيل الان لو تسالوا يقول لك الحمد لله انه اخذنا نقطه من المباراه، لانه عمرنا ما حسينا المنتخب البرازيلي في حاله ارتباك وطوارئ كما شفناه امس. لانه انت باش تلعب في وسط ضد وسط ميدان اللي انا لعبت معاهم شخصيا، اللي برونو غيماراش وباكيتا، اللي يعني يتحكموا في ايقاع اللعب ويمسكوا كره كثير، لكن اللاعب اللي في الصوره هذا اربكهم ما شاء الله، اربكهم وخلت انشيلوتي يعمل تغيير بين الشوطين، يعني باش تطلع كازيميرو اللي هو قطعه ثابته من المنتخب البرازيلي وتغيره كانه كان غايب تماما. يعني المنتخب المغربي هو اللي خلانا نشوفوا ان البرازيل نسخه سيئه من البرازيل، لكن بعد المباراه هذه راح تشوف البرازيل انه راح يبقى ينافس، يقول لك انا ننافس على كاس العالم، حتى ولو انه امس ظهر انه كانه ولا شيء. يعني الناس تقول، الاغلبيه تقول انهم لا ممكن النسخه الاسوء من البرازيل، نقول لهم لا، المباراه هي اللي فرضت عليه، رتم المباراه هو اللي فرض على البرازيل يكون البرازيل امس، لانه البرازيل ما راحش يكون بالسوء هذا في المباريات القادمه، وانا متاكد اللي فرض عليه انه يكون سيء هو المنتخب المغربي وايقاع المنتخب المغربي. يعني 90 دقيقة ما خسروش تقريبا إلا بعد الهدف 10 دقائق تقريبا خسروا الكنترول شوية في التحكم في المباراة، بعدها مباشرة عودوا ورجعوا بشخصيتهم ولعبوا عادي، ممكن كانوا الأقرب إلى الفوز. أنا متأكد أنه في المباراة لو نسألك الآن ونسأل المشاهد تعرف أنه المنتخب البرازيلي هو اللي فاز بنقطة والمنتخب المغربي خسر نقطتين.